السلام عليكم. انا عارفه اني جيت اتكلم في الموضوع ده متاخر شويه، بس المهم ان انا هاجي افيدكم. قبل ما نبدا اي حاجه خشوا اعملوا لي متابعه على اليوتيوب، هتلاقوا لينك في الباي او في اول تعليق. طبعا انا جايه اتكلم في الموضوع ده ان انا لقيت ناس كتير قوي بتعمل كده، ومن اولهم يعني لقيتهم صحابي، فاكيد مش صحابي بس اللي بيعملوا كده، لا اكيد في ناس كتير بتعمل كده. وهو ان هم عارفين ان الحاجات دي مثلا مقاطعه، بس هم مش قادرين يمنعوا نفسهم عنها. يعني انا واحده صاحبتي بدون ذكر اسماء، انا مش هقول اسماء طبعا، يعني هي راحت جابت بيبس. تمام، طب البيبسي دي قلت لها ليه، ما في بديل مش عارفه ايه. اصل انا مش لاقيه لها بديل، اصل احبس بيها بقى ومش عارفه ايه، فاللي هو ما فيش حاجه اسمها كده. انت عارفه طبعا وواعيه بما فيه الكفايه ان انت بتعملي دوا اذى، لان انت بتدفعي لاجل ان غزه تتاذى اكتر. ويا جماعه انا بتكلم في الموضوع ده، انا مش عشان يعني انا ما بفهمش في السياسه قوي، فانا قلت اجي افيدكم برضو بحاجه تبع القضيه، لان انا فعلا لو نزلت حاجه عن القضيه ممكن نص كلامي يبقى غلط، لان انا مش فاهمه قوي اللي بيدور يعني اليومين دول. فالمهم ان انا فاهمه المقاطعه ماشيه ازاي. طيب بيبس وكولا ومنتجات شيبسي كلها تمام، كيلوكس نودلز او الحاجات دي كلها مقاطعه، ليها البديل على فكره، يعني ليها مليون بديل. لو ما لقيتيش بديل حرفيا للبيبس والكولا، روحي جيبي قصب، افيد لك 100 مره من المشروبات الغازيه اللي هتدمرك عموما يعني. طب منتجات شيبسي، في بيج شيبسي، في حاجات كتير قوي على فكره. كيلوكس نودلز عارفين ان البديل اندومي، ودي شركه مصريه مش مقاطعه. في اندومي اسمه ماربيلا كمان يعني، بس الاندومي مش صحي عموما، فاحنا مش هنتكلم عنه قوي. طيب المنتجات بتاعه العطور والنظافه وال يعني مثلا البادي سبلاش او حاجات زي كده، معلش هو نصهم طلعوا كمان يعني تبع المقاطعه. فعندك صابونه وعندك برفان، ازاز برفان ب30 جنيه تنفع معاكي جدا، وهو منه توفير وتبع المقاطعه كمان، فانت ما تتعبيش دماغك في الحاجات دي، انت كده كده يعني الحاجات دي مش هتاثر على يومك او على حياتك عموما. فالناس اللي بشوفها اللي هو لا انا ما اقدرش اعيش من غير المنتج ده، لا انا ما اقدرش اعيش من غير المنتج المعين ده، على فكره انت كده مش تبع القضيه. وما تزعلش مني، انت فعلا مش تبع القضيه، انت كده بتدفع فلوسك في حاجات هتأذي غيرنا. يعني انت بتدعم القضيه ومش عارفه ايه، بس انت ما بتقومش بيها، فدي حاجه مش كويسه جدا. يعني انا كشاهد كصانعه محتوى، انا ما بقدرش اتكلم عن الاحداث اللي حصلت في غزه او القضيه عموما بسبب ان انا مش فاهمه في السياسه، بس انا فاهمه المقاطعه ماشيه ازاي، انا هقوم بيها لان انا تبع القضيه وانا بدعمها. فبجد الرساله دي لصحابي او اي حد بيعمل كده، بجد حاول توقف اللي انت بتعمله دوا، وتبطل تشتري منتجات احنا عارفين ان هي تبع المقاطعه وما ينفعش ان احنا نشتريها، فتقول معلش اصل هي مره، معلش اصل يعني تاريخها قديم. على فكره انت لو ما اشتريتهاش وفضلت زي ما هي، هترجع لنفس الشركه عادي، اكيد مش هيركنوها على فكره في المحلات. فالمنتجات اللي هتبقى متراكمه عليهم دي هترجع للشركه، فالشركه هترجعها للمصنع، فبالتالي الدخل بتاعهم هيقل، فدي حاجه كويسه جدا. وما تسمعش اي بوستات بيقولوا بقى بيبسي بيدعموا غزة دلوقتي وكولا بيدعموا غزة، ده مؤقتا حضرتك علشان الفلوس. اصل معلش شركة زي بيبسي وكولا او اي شركة عموما، انا مش همسك في الشركتين دول بس، مش هيبقوا اغبياء، لا هم يعملوا حركة ذكية بحيث ان الناس تشتري، لا دول طلعوا تبعنا ومش عارفه ايه، لا الكلام ده ما بياكلش معانا. فانت لو ما تقدرش تدعم باي حاجة، انت خليك تبع المقاطعة بس. باي.